أهلا وسهلا بيكم في قناتي أسامة الخولي. برحب بكل الشباب وبكل البنات وبكل العازفين والعازفات اللي بيتابعوا القناة الخاصة بيا. وزي ما اتفقنا ان احنا ان شاء الله بوعدكم ان احنا نستمر في الدروس الاسبوعية ان شاء الله، ان انا انزل لكم كل اسبوع درس، واذ ربما ان شاء الله انزل لكم كل يوم درس خاص بتطوير تكنيك آلة العود وباسلوب جديد من الريشة وباسلوب جديد من العزف. طبعا انا بطلب منكم طلب كل مره بطلبه منكم، اتمنى ان انتم ما تزهقوش منه فيه، ان انا طبعا عايزكم تدعموني دعم معنوي مش مادي. انا مش محتاج دعم مادي، انا محتاج دعم معنوي منكم، ان انا احس ان يبقى فيه استفاده من الدروس اللي انا بقدمها. على الاقل بيبقى مثلا بنعمل لايك او نعمل اشتراك للصفحه وللقناه الخاصه بيا، وتتابعوني. لو في اي حد عنده اي مشكله، عنده مثلا اي استفسار، يقدر ان هو يتواصل معايا عن طريق صفحتي الشخصيه، واقدر ان انا اجاوب على طول ان شاء الله. النهاردة بإذن الله هنبتدي درس جديد خاص بالريشة المقلوبة. الريشة المقلوبة إيه هي فكرتها، وإيه هي عبارة عن إيه، وبنستخدمها في إيه، وإيه الفرق بينها وبين الريشة العادية؟ يعني إيه الريشة المقلوبة؟ الريشة المقلوبة هي ريشة إحنا بنستخدمها عشان خاطر نسهل أسلوب العزف، ونتنقل بين الأوتار بشكل سلس وبشكل مريح، ومريح طبعا لأذن الناس اللي بتسمعنا أو للناس اللي بتلعب، ومريح ليا شخصيا أو مريح أنا ليا كعازف. إيه الفكرة؟ طبعا في ناس كتير بتشوف عازفين بتعزف بالشكل ده، طبعا ده ما فيهوش اي مشكله وما بقولش ان هو غلط، ولكن احنا بيبقى عندنا اساليب كتير بتبقى موجوده بنقدر ان احنا نستفيد بيها، ونقدر ان احنا نعمل بيها الموضوع بسلاسه. يعني انا ممكن اسهل على نفس الامر جدا بالشكل ده. لو انا سي مثلا على سبيل المثال لعبت انا مثلا الاسلوب ده اللي هو العادي بتاعنا، دو ري مي فا صول لا سي دو، دو سي لا صول فا مي ري دو، ما فيهوش اي مشكله. طب لو لعبته كده، ايه الفرق بين الريشتين؟ الريشه التمانيات او اللي هي الريشه 8 او الريشه الهابط هابط هابط، الريشه دي بتكسر تقريبا التيمبو، بتخلي ان انا ممكن مثلا ما بقاش سريع وما تبقاش العزف النوتات بيبقى سلس زي الريشه المقلوبه او الريشه اللي هي بتبقى 8 7. الفكره كلها ان انا بعمل الريشه المقلوبه عشان خاطر اقدر اتنقل ما بين الاوتار بشكل سلس ومريح، ومريح طبعا للاذن، ومريح طبعا لاذن المستمعين، ومريح ليا كعازف لو انا بعزف جمله سريعه. اكيد لو انا بعزف جمله سريعه مثلا مش هعزفها كلها تمانيات. على سبيل المثال مثلا في مقطوعه العصفور الطائر، لو احنا خدناها على سبيل المثال، شايفين انا بعزفها ازاي تمانيات؟ طبعا دي طبعا مستحيل انها تطلع بنفس سرعه اللي هي الريشه المقلوبه، طبعا مستحيل. فطبعا الريشه المقلوبه هي الريشه اللي انا بقدر استخدمها عشان خاطر اتنقل بسلاسه وبسهوله جدا في الجمل السريعه، واقدر ان انا العب بيها حاجات كتير. طيب تعالوا ناخد تمرين على مقام النهاوند للريشه المقلوبه. الريشه المقلوبه على مقام النهاوند ممكن نلعبها بالشكل ده التمرين. نلعب التمرين تاني. ده طبعا تمرين على الريشه المقلوبه عشان خاطر ان احنا نقدر ننميها ونقدر ان احنا نتمسك بيها، وتبقى اسلوب عزفنا الدائم اللي هو يقدر يسهل علينا كتير حاجات في العزف. طبعا لما تيجي تستخدم الريشه المقلوبه لازم تراعي ان انت هتلاقي في الاول هتلاقي نفسك بتتلخبط، لان انت متعود على ريشه معينه، فطبيعي ان انت في الاول لازم تكون هتتلخبط شويه. ولكن بالتمرين الكتير وبالتمرين ان احنا نقدر نتمرن عليه بشكل متواصل هتلاقي ان الموضوع بقى سهل معاك جدا. فممكن ان احنا واحده واحده نسرع التمرين، ونقدر ان احنا نسرعه لحد ما نوصل فيه لدرجات كبيره. فممكن ان احنا نسرع بالشكل ده سنه سنه. دو ري دو
لا فا صول مي فا ري مي دو. ده بالنسبة للتمرين الخاص بالريشة المقلوبة. طبعا الريشه المقلوبه زي ما قلت لكم ليها فوائد كتير، ونقدر ان احنا نستخدمها في مقطوعات كتيره جدا. وهتلاقي ان اغلب المقطوعات اللي هي بيبقى فيها الريشه بتبقى سريعه جدا، زي التفاطيفي وزي اشكال ايقاعيه كتير بتكون فيها سريعه، واللونجات هتلاقي ان لا غياب عن الريشه المقلوبه. لازم نستخدمها بشكل مكثف ولازم نتمرن عليها كتير. انا بشكركم على حسن استماعكم، واتمنى ان شاء الله ان يكون الدرس نال اعجابكم. مستنيكم ان شاء الله، ومستني ارائكم كتير جدا ان انتوا تقولوا لي ايه رايكم في الشكل الجديد للقناه، وايه رايكم في الدروس، واي حد محتاج اي حاجه زي ما قلت لكم تكلموني على طول. شكرا ليكم واتمنى لكم يوم سعيد.